واش عارف الأنف ديالك كينقض حياة كل نهار؟ في الواجهة ديال وجهك كاين عضو بسيط، ولكن الدور ديالو أخطر مما كتخيل. الأنف يمكن تشوفه غير للتنفس، ولكن الحقيقة أعمق بزاف. في اللحظة اللي كتشهق فيها النفس، الأنف ديالك كيبدا يخدم بواحد الدقة عجيبة، كيصفي الهواء من الغبار والجراثيم باش ما يدخلوش مباشرة للرئتين. يعني الأنف هو أول خط دفاع في الجسم ديالك. ولكن ماشي غير هكا، الأنف حتى كيسخن ويرطب الهواء باش يكون مناسب للدخول للجسم، وهاد العملية كتوقع في ثواني قليلة بلا ما تحس بها. داخل الأنف كاين عالم كامل مليء بالشعيرات الدقيقة. هاد الشعيرات كتحبس الشوائب وكتحميك من أمراض كثيرة. ولكن السر الحقيقي كيبان في حاسة الشم. الأنف ديالك يقدر يميز آلاف الروائح المختلفة، وكل ريحة كتكون عندها رسالة خاصة. واش عمرك حسيتي بريحة ورجعاتك مباشرة لذكرى قديمة؟ هادشي ماشي صدفة. حاسة الشم مرتبطة مباشرة بالدماغ، وبالضبط بالمناطق ديال الذاكرة والمشاعر. يعني ريحة وحدة تقدر تغير المزاج ديالك في ثواني. وحتى الخطر الأنف كيعاونك تحس بيه قبل ما تشوفه، بحال ريحة الغاز أو الدخان اللي كينبهك بسرعة. ولكن كاين واحد الحاجة غريبة، ملي كتمرض وغادي الأنف يتسد كتفقد حتى حاسة الذوق، حيت الشم والتذوق مرتبطين ببعضهم وخدامين كنظام واحد. يعني بلا الأنف حتى الماكلة ما غاديش يكون عندها نفس المذاق. ولكن رغم هذه الأهمية كاملة، كنادراً ما كنعتنيو به. التلوث، الغبار والتدخين كلها كتأثر عليه بشكل كبير. وهذا علاش خاصنا نحافظوا على صحة الأنف ديالنا. تنفس نقي، بيئة صحية وعناية يومية بسيطة يقدروا يحافظوا على هذا العضو المهم. وفي الأخير الأنف ماشي غير عضو في وجهك، حارس ومنقي ودليل كيربطك بالعالم والمشاعر.